بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة من المتحف القبطي. الفن القبطي يكاد يكون الفن الوحيد في سلسلة تاريخ الفنون المصرية الذي كان نابعا من الشعب، فلم يلقى دعما من الحكام، وذلك فهو انعكاس في الصورة والحالة الاجتماعية وغيرها لمصر في تلك التراث. النهاردة معانا ومعاكم دكتور عاطف نجيب، مدير عام المتحف القبطي. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بيك، واهلا وسهلا بالقناه العظيمه الوليده الناشئه بقوه. اهلا وسهلا بحضرتك. خليك يا فندم. احنا جايين النهارده يا فندم لدعم السياحه. احنا فاتحين ملف اسمه ملف السياحه، وازاي ندعم الملف دوت عن طريق جذب السياح من مختلف شتى بقاع الارض للنظر في سياحتنا اللي بقالها 5 سنين دلوقتي تعتبر تكون منعدمة. فلينا بعض أسئلة كده النهاردة هنطرحها على حضرتك بالنسبة للفن القبطي، ومعلش يكون صدر حضرتك رحب بينا يعني. ربنا يعزك يا فندم. أنا عايز أعرف يا فندم أهمية الحقبة القبطية في التراث المصري. اولا اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين لينا دلوقتي. الحقبه القبطيه معروف انها حقبه لم تبدا بدخول المسيحيه مصر كناحيه فنيه، ولكن ليها جذور. بنعتبر ان الفن المصري القديم الامتداد المباشر ليه او الطبيعي ليه هو الفن القبطي، والذي استمر فيما بعد ذلك وتأثر به الفن الاسلامي، فهي سلسلة في فنون في تاريخ فنون مصر بشكل عام. الفن القبطي إذا كان قد نشأ في غضون القرون الأولى للميلاد وتأثر بالفن اليوناني الروماني، وببعض موضوعات الفن اليوناني الروماني متمثلة في بعض الأساطير أو في بعض الأشياء التي نحتت أو مثلت على الأحجار أو على النسجيات أو أشياء أخرى، إلى أنه تطور ليكون فنا شعبيا تكاد تكون تغلب عليه الصفة الدينية، نتيجة أن ما وجد من حفاير فهو كان في حفاير أديرة أو كنايس قديمة، ولكن هذا لا يمنع أن وجدت بعض أشياء أو بعض قطع أو بعض موضوعات تخص الحياة اليومية. لذلك فالفن القبطي أو بما هو شيء بيصور لنا الحقبة القبطية أيضا، هي عبارة عن تصوير حقيقي، ومثلما قلت في مقدمة حضرتك أنه عبارة عن فن نبع من الشعب ولم يلقى دعما من الحاكم، لأن ما بين الأباطرة الرومان أو الولاة الرومان الذين حكموا مصر عقب انتهاء الحكم البطلمي حتى بعد الاعتراف بالمسيحية في 313 في مراسم ميلان بتاع الإمبراطور قسطنطين الكبير كديانة ضمن الأديان في الإمبراطورية الرومانية، وحتى بعد سنة 381 الإمبراطور سيدوسوس الكبير حينما أقر بأن المسيحية هي الديانة الرئيسية وإلغاء الأديان الأخرى في الإمبراطورية. لم تكن هناك زعام يعني حكما مسيحيا للكنيسة القبطية في مصر، إلى أن أتى العرب إلى مصر في منتصف القرن السابع وحكموا وأسسوا دولة واستمرت إلى فتراتها وتطورها الزمني كما هو معروف. لذلك تأتي الحقبة القبطية كحقبة معبرة عن الشعب المصري. طيب هل يا فندم من ضمن المنحوتات والأعمال اليدوية الحرفية اللي كانت موجودة في الفن القبطي القديم، هل تم نقل منها حاجات للبلاد الغربية، يعني زي ما تم كده في بعض الحاجات الفرعونية؟ ايوه طبعا، هو حصل بالفعل انتقال العديد من الموضوعات او الاثار القبطيه، الفنون الصغرى بشكل عام يعني، لانها كانت في الحقيقه، ودي ربما يكاد يكون رد على تساؤل او على ربما يكون ايضا اتهام
كمان بوجود العديد من قطع النسيج أو العديد من المخطوطات أو العديد من الآثار القبطية التي تعرض في أسواق أوروبا وبأثمان أحيانا زهيدة وأحيانا بأثمان باهظة. ده بيرجع إلى شيء مهم جدا. أولا إنها كانت مقتنيات لكبار الأقباط بيتوارثوها ابنا عن جد عن، وبالتالي فهو حر تصرف كان فيما يخرج وفيما. الحاجة التانية ان احنا في حقبة ظلامية كانت حتى زمن محمد علي، حتى طوال القرن ال19 كمان كانت الأديرة مفتوحة لكل من هب ودب، علشان خاطر زي ما بقول كده بالبلدي كده انه اللي عايز ياخد مخطوط. فلذلك احنا المكتبة الأهلية بباريس، مكتبة المتحف البريطاني، مكتبات أمريكا، مكتبات أوروبا بشكل عام أيضا زاخرة ومليئة بالمخطوطات القبطية، النسيج القبطي كذلك، الأخشاب القبطية، المعادن القبطية كلها تمتلئ بها. ولكن لحسن الحظ برغم كل وكثرة ما خرج من مصر، يظل المتحف القبطي الذي نحن بصدده او الذي اشرف بقيادتي او بخدمتي، انا اسف مش عايز اقول كلمة قيادة، ولكن اشرف بخدمتي له منذ العام الماضي، انه اكبر مكان بيجمع الاثار القبطية في العالم في حيز جغرافي واحد. لان عندنا 17,000 قطعة مخزون ومعروض، المعروض منها 1400 قطعة، كلها عبارة عن نماذج حية لفنون مصر لفنون مصر في العصر القبطي عبر تتابع زمني حتى القرن ال19 كمان. تمام. هل هناك تنسيق يا فندم مع الجهات المعنية في استرجاع بعض المخطوطات والمنحوتات الموجودة خارجيا للبلد وتعود للمتحف القبطي مرة أخرى؟ هناك مجهودات سابقة، يعني في سنة 1947 أو 48 حينما في حمرة دوم في نجا حمادي اكتشفت مكتبة نجا حمادي، وهي تضم كما هو حاليا 13 مجلد كبير، وهي فلسفة الغنوصيين أو العارفين بالله. حينما اكتشف أحد الفلاحين من أبناء هذه القرية وقد باعها لبعض الرحالة وانتشرت في أسواق أوروبا، تضافرت جهود العالم لاسترجاعها مرة أخرى، وتم حفظها في المتحف القبطي. ها هنا 12 مجلد منهم، وال13 مش موجود، مش في حوزتنا كمتحف. هذه المخطوطات جمعت وفهرست ودرست، ومش عايز اقول لك ان في بلد زي المانيا علشان خاطر واحد ياخد درجة ماجستير في الاثار ولو بيعدي على اللغة القبطية لابد ان هو بيمر على نجا حمادي بيبليوتيك، لابد يدرس. احنا هنا ربما ما نعرفش حاجه كتير عنها الا للمتخصصين، ولكنها عباره عن كنز للتراث الانساني في هذه الحقبه، لانها بتضم فكر معين في غضون القرن الثالث والرابع للميلاد. طيب عايزين نعرف من حضرتك وجود الآثار القبطية فيما قبل إنشاء المتحف القبطي. الآثار القبطية كانت كمكون أساسي للآثار المصرية بشكل عام، ولذلك كانت بتشغل حيز أو بتشغل ركن فاعل في متحف بولاق قبل ما ينتقل في سنة 1902 إلى المتحف المصري بالتحرير مثل ما أنشأه مارية باشا. الآثار القبطية كانت موجودة في هذا المتحف، انتقلت فيه. كانت هناك لجنة مختصة بالآثار القبطية والإسلامية، وهي لجنة حفظ الآثار العربية، كانت قد سجلت وقد دونت، وكان هناك إقلاديوس بيك لبيب، هذا حصل على أول وظيفة يسمى بمفتش للآثار القبطية. فيما بعد ذلك في غضون هذه الفترة، يعني في أواخر القرن ال19 أوائل القرن ال20، وجد من يهتم أو وجد من يملأه الحماس لأجل تجميع الآثار القبطية لتكون في مكان واحد، وكان مرقس سميكة باشا. كان بدأ حياته كموظف في السكة الحديد، استقال، بدأ ان هو يهتم بالآثار القبطية، وكان في زمن البابا كيرلس الخامس صاحب أطول حبرية كما هو معروف عنه 52 سنة و6 أشهر.
المهم ان احنا خلاصة القول ان في 1910 نجح مرقس ميكا باشا ان هو يحصل على قطعة ارض مجاورة للكنيسة المعلقة، وكان له ما اراد في انه اخذ المقتنيات التي كان بيجمعها البابا كارلوس الخامس ووضعها في هذا المبنى، وكان هذا ما يعرف بالمتحف القبطي في هذه الفترة. المتحف القبطي استمر في رسالته البسيطة من 1910 حتى سنة 1931 آلت ملكيته إلى الدولة، وكان دي حاجة مهمة جدا ان الحكومة المصرية انها مثلما ترعى وتضم وزارة المعارف اللي فيه ضمن مصلحة الآثار ضمن الاختصاصات بتاعتها او ضمن الهيئات الهامة ليها او المصالح الحكومية التابعة ليها، زي ما بتضم المتحف المصري في التحرير، زي ما او في ميدان الإسماعيلية بقى كان في هذه الفترة يعني. اصبح كمان عندنا المتحف الإسلامي في باب اللوق. كمان كان لابد جدا من ان هو يضم ايضا المتحف القبطي في منطقة مصر القديمة. استمر الجناح القديم حتى سنة 1947، وبدأ المتحف المصري يعني يعج او بدأ ان هو يفيض بالاثار القبطية التي لديه، فكان لابد انها تخرج، كان لابد ان يكون هناك مبنى حديث لعرض هذه الآثار، فأنشأ عندنا ما يعرف بالجناح الجديد. لذلك المتحف القبطي بيضم ما يعرف بالجناح القديم والجناح الجديد، بينهما ممر يربط الجناحين سويا. طيب هل يا فندم كان للفن القبطي القديم دور في جمع الفن الروماني اللي دخل مصر عن طريق أوروبا؟ هو احنا عندنا موضوعات الفن في القرون الاولى للميلاد مثلت على الاحجار، لان هي ربما دي اكثر ما يشاهده او ما يواجهه الزائر للمتحف القبطي. ففي عندنا احنا في القاعات من 3 و4 و5 في عندنا مثلا تأثيرات مصر القديمة، وعندنا الفن إهناسيا. وإهناسيا هذه هي عبارة عن مدينة المفروض انها من اعمال بني سويف. لا نعلم هذه القطع من اين اتت، لانها كانت مجهولة المصدر، مجهولة قطعة الصلة بينها وبين الاساس بتاعها. هل اتت من منازل، هل اتت من معابد، هل اتت من كنايس؟ المصدر هنا ده المفروض يديني فكرة، لكن ما مثل عليها هي عبارة عن نوع من الاساطير اليونانية الرومانية، مثل اوروبا والسور او الخلاف او يوربيدس، كلها اساطير التيمة بتاعتها او الفكرة الاساسية بتاعتها بتتماس مع بعض الافكار او بعض الاشياء التي وردت في الكتاب المقدس. ربما عبر الفنان القبطي عن الموضوعات الكتاب المقدس او الموضوعات اللاهوتية او الفكر الديني بما كان متاحا، وربما الفنان لم يكن مسيحي الاصل، ربما اراد ان يشرح لعامة الشعب، وخاصة ان احنا عندنا هنا ان الاديان القديمة ظلت موجودة الى جانب المسيحية برغم سيادة المسيحية عددا في هذه الفترات عموما يعني. لكن هي عملية الفن القبطي المفروض ان هو زي ما اقول مثلا ايه فن الايقونة او الفن التصوير الجداري، هو بيشرح بموضوعاته ما كان موجودا في الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد، او بحياة السيد المسيح وعمله الكرازي، او مثلا تصوير لبعض القديسين او من الشهداء وسائر موضوعات الفن القبطي المتعارف عليها او المعهودة. فلذلك العصر اليوناني الروماني كان تمثيلا لفنون الاساطير اليونانية الرومانية. عايزين نعرف من حضرتك يا فندم انواع الفنون القبطية. يعني من حيث المادة مثلا احنا في عندنا الاحجار، في ركن اساسي فيها يا اما شواهد القبور، وهي شيء بيؤرخ لمتوفى، فيها آية من الكتاب المقدس، فيها تاريخ وفاة. بالمناسبة أنا يمكن قبل بس ما أنتقل وأستطر وأخش كده،
انا بما اني جاي من متحف اثار اسوان، من منتقل من اقصى صعيد مصر الى هذا المكان الذي شرفت بخدمتي له منذ عام او يزيد مضى، ان كان لدينا من جبانة اسوان الفاطمية شواهد قبور لمسلمين بطبيعة الحال. شواهد القبور عليها التاريخ الهجري، السنة الهجرية، عليها الشهر القبطي. يعني يقول مثلا في توت من سنة مثلا 600 أو سنة 400 وكذا هجرية. هنا عبارة عن نقطة تلاقي وتآخي بين فلاح زارع مصري لا يعرف سوى السنة الزراعية بتاعته، توت بابا تورك يحق دوبا مشير إلى خلافه، تمام، ولا يعرف إلا السنة الهجرية، تمام، الموقع بتاعها، لأن في السنة دي هو بيحوش عشان خاطر السنة الجاية يطلع الحج طبعا ده بيطلع له المفروض في ذو الحجة، وبيطلع له في آخر ذو القعدة. فكيف عندي لا فيما لا يقل عن 15 شاهد كلها بأشهر قبطية وسنة هجرية. غير الشواهد القبطية لدينا بعض الأعتاب، بعض الأفاريز، منها ما هو عليه زخارف نباتية أو زخارف هندسية، أو عليه بعض النقوش الخاصة ببعض مناظر للصيد، مناظر لحركة رياح، بتتخيل كما لو كانت أوراق النخيل دي بتتمايل مع رياح شديدة زي اليومين اللي احنا دول بنعيشهم النهاردة. لدينا أيضا غير الأحجار لدينا التصوير الجدارية أو ما يعرف بالفرسكات، وعبارة عن تصوير جداري. طبعا هو إن كان معظم ما هو موجود في المتحف هو عبارة عن شرقيات أو الأبس، وهو بيكون حنية أشبه بالمحراب في المسجد، بتوضح طبعا اتجاه المصلي، أو عبارة عن مقصورات لاتجاه دورة بخور معينة لصلوات طقسية معروفة في الكنيسة، أو تصوير جدارية مسطحة من مواقع مختلفة. في عندنا مثلا دير الأنبا أرمية في سقارة، أو دير الأنبا أبولو في بويط في محافظة أسيوط، أو مثلا عندنا حاجات من كيليا في وادي النطرون. ننتقل ربما إلى قسم الأيقونات، وهي عبارة عن لوحات خشبية مصورة عليها. طبعا موضوعات بتبقى متعددة. هو في البداية كان بيرسم على الحيطة، ولكن فيما بعد ذلك أدت ببعض الظروف إلى أنه هو بيغادر المكان أو بيسيب المكان نتيجة أنه بيتدمر، فلابد من أنه هو ياخد هذه اللوحات، ففكر أنه هو يعمل الأيقونات علشان تكون سريعة وفي يسر في انتقالها من مكان إلى آخر. في عندنا ايضا الفن العظيم جدا وهو فن المخطوطات، وهو طبعا عندنا مخطوطات بتنقسم الى مخطوطات مقدسه خاصه بالكتاب المقدس في حد ذاته بعهد قديمه او بعهد الجديد بتاعه، او في عندنا مثلا كتاب القطمارس، وهو عباره عن كتاب خاص بالقراءات اليوميه التي تكون موجوده في صلب او في فترة الصلاة في صلوات القداس المعروف. لدينا أيضا مخطوطات تاريخية، مخطوطات طقسية، مخطوطات سير قديسين، مخطوطات خاصة بمعجزات، مخطوطات أيضا بتنم عن عظات، الكثير منها لمصريين والبعض منها لغير مصريين. تتعدد الكتابات أو اللغات. في عندنا من اللغة القبطية أكتر من شق ليها. في عندنا مثلا القبطي الصعيدي وده الأكثرية، في عندنا القبطي البحيري، في عندنا أيضا اللهجة البهنسوية، وهي بتمثل المخطوط كنز المتحف القبطي، وهو سفر المزامير اللي بيحتوي على 151 الذي وجد في آثار تل المظل في نحو سنة 1987 في البعثة الكويتية لهذا الموقع في بني سويف. طبعا وجد أسفل رأس فتاة متوفى. طبعا هو موجد أو وضع ليه قاعة خاصة في المتحف القبطي حاليا، ولو اني طبعا هو من الرق من الجلد. عندنا ايضا مواد مخطوطات، في عندنا من الكتان، في عندنا من البردي، في عندنا من الجلود وخاصة رق الغزال او البارشمنت. في عندنا ايضا من ضمن الفنون النحت على الخشب، وقد برع الاقباط ووصلوا الى شأن كبيرا في هذا الفن. ولعل الكاميرا لو تجولت في المكتب هنا، لانه صورة
حية من المتحف تحت. هتلاقي البيبان عليها اشكال الطبق النجمي او الصليب الاشعاعي، هتلاقي السقف عليه اشكال الزخارف المشربية اللي ورا المكتب ايضا، اللي بتحتوي ربما على آية وهي هنا نص الآية: المجد لله في العلا، وفي مشربية في الأوضة الثانية: وعلى الأرض السلام وبالناس المسارة. طبعا المشربيات وأعمال الخشب في المتحف القبطي بالأشياء القديمة وبالأشياء الحديثة ربما لم تتح أو ربما لم يسعفني الوقت أو لم تأتي مناسبة أن أذكر لك في البداية أن مرقس سميكة كان قد استجلب من قصور ومن منازل كبار الأقباط ما كان موجودا في هذه المنازل من أعمال خشبية أو من مخطوطات أو من أشياء كانت تستخدم في الكنائس. موضوع الأشياء اللي تستخدم في الكنائس أيضا هي الصناعات المعدنية، فلذلك لدينا المباخر أو ما يعرف بالشورية، لدينا أيضا أواني المسبح وهي الصينية وهي الكأس وهي المستير وهي القبة اللي توضع على الصينية. أيضا لدينا القناديل التي تضاء بالزيت، ولابد أن يكون زيت الزيتون بالمناسبة لأنه يوضع في الشرقي. قنديل أم هاشم زي ما كان يذكر في الأفلام القديمة بالضبط، أو يحيى حقي كمان لأن بنتذكره في هذا طبعا الله يرحمه. فلدينا القناديل التي تضاء في شرقيات الكنائس أو أمام صور القديسين، لأنها في إشارة إلى في اعتقاد المسيحي إلى أن السيد المسيح هو نور العالم. أيضا من الأشياء الهامة هي فن صناعة العاج والعظم والزجاج. أيضا هناك الفن النسيج وهو فن عظيم جدا 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 في هذه الفترة بما يمثله من ملابس كهنوتية، ملابس خاصة بالخدمة في داخل الكنائس وهي الملابس البيضاء وعليها الزخارف أو النقوش الخاصة بالصلبان، أو أيضا بعض الوحدات التي كانت بتطرز أو بتطعم في الستاير، ستارة الهيكل أو فرش المسبح أو لا خلافه، أو حتى الملابس التي كانت تستخدم في الحياة اليومية زي الأشياء اللي بنشوفها الحالية يعني، وخاصة مثلا في الفن السيناوي أو في الفن السيوي اللي هو بتاع الواحات، أو حتى في فنون النوبة. فكلها دي عبارة عن الأماكن التي على أطراف مصر نظرا لانغلاقها فقد احتفظت بالتراث المصري، وجزء من هذا التراث المصري كان الفن القبطي. علمنا قبل التسجيل من حضرتك ان كان لكل دولة في الفنون القبطية لهم صورة للسيدة العذراء سيدتنا مريم. الفنان عموما لما بيجي يرسم او يجي يصور السيد المسيح ووالدته، الحواريين، التلاميذ، وخاصة لو نركز على صورة الست العذراء فهتبص نلاقي ان هو اطفى عليها ملامح بيئته على وجه الست العذراء. فالفنان القبطي تمثل كما لو كانت الست العذراء تربت على وادي النيل وشربت من مية النيل، وايضا طمي النيل اثر على هذه الملامح وعلى لون البشره بتاعتها. هتبص تلاقي الفنان الاوروبي ايضا تتاثر ببيئته، هتبص تلاقي الست العذراء باللون الاشقر، العينين الخضراء، الشعر الاصفر، الملامح الاوروبيه. الفنان في الحبشه وهو فنان عظيم وعملاق ايضا فيما عبر عنه من رسومات. تخيل الست العذراء بالانف الافطح، الانف الزنجي، بالشعر المجعد، اذا كان طبعا ما فيش ولو ان الست العذراء في كل تصاويرها كان لابد انها تكون لابسه الطرحه، ولا تعليق لي في ذلك عموما. الفنان في اسيا في بلاد الهند مثلا تصور ان كما لو كانت الست العذراء دي بتركب على الفيل، فملامحها اسيويه بحته اللي هي بتمتاز باللون الاصفر
تمام. فهكذا عبر كل فنان في كل بلد من بلدان العالم كما لو كان الست العذراء والتلاميذ وسيد المسيح من أهل بلده، نتيجة حبه ليهم ولإضفاء صفة النسب ليهم، على طبعا انهم معروفين انهم من بلاد فلسطين، من بلاد اورشليم المعروفة. طيب عايزين نعرف من حضرتك دور الفن